الناس مازال ما عارفينش بزاف ديال الحوايج اللي هي اساسيه في المدونه، اساسيه ولكن ما عارفينهاش. انا نعطي جوج ديال الامثله اليوم، غنعطي جوج الامثله. هو انه مازال كاين الناس اللي كيسحبهم، وكنقصد الرجال ولا حتى العيالات، اللي كتقول لك انا ما بغيتش نطلق، ولا هو تيقول انا ما بغيتش نطلق، تيسحبوا الى ما بغاش يطلق وهي مشات للمحكمه، راه ما عمرو يطلق. يعني غيمشي للمحكمه يقول السيد الزوجه ديالك دارت الطلب ديال التطليق، اشنو كتقول انت؟ واش باغي تطلق؟ كيسحبوا الى قال انا ما بغيتش نطلق، القاضي راه غادي يسمع له وما غاديش يطلق. اولا العكس، الراجل مشى يطلق والمراه ما بغاش تطلق، كتظن بانها الا مشات للمحكمه وقال لها لا راجلك بغى يطلق واش تبغى تطلقي، كتقول له لا انا ما بغيتش نطلق، كيسحبها الا قالت انا ما بغيتش نطلق راه ما غاديش يطلق، القاضي راه ما يطلقهاش. لا، القانون دابا هذه 20 عام باش الا مشات المراه دارت دعوه وطلبات في المحكمه باش تطلقك، راه واخا تبوس لها يديها وتبوس لها رجليها وترغب وتزاوق وتمشي وتمرغد لهم في الجلسه، انا ما بغيتش نطلق، غادي تطلق. اذن راه ملي كتجيك استدعاء المحكمه وتوصل بها وما تمشيش الجلسه، راه في الوقت المناسب غتحكم المحكمه. والعكس صحيح، الراجل اذا بغى يطلق والمراه توصلات، غير هو اللي مهم في هذا الشيء كله هو التوصل. خصنا لازم نبلغوا، لازم يكون التبليغ، الا كان التطليق للغيبه، التبليغ بين توصل وديك الساعه لما بغيتيش تمشي ما تمشيش، لكن راك غتطلق. اذا هذه المعلومه الاولى خصكم تعرفوها. اذا لا مش اللي بغى يطلق، راه هذا هو الخطر، راه هو هذا الخطر، هو انه شحال هذه كان ممكن تدور رغبه ومزوقه وتدخل ديال الناس وعود ونعلو الشيطان ونصبروا والله يسامح وكيدوز ذاك الغضب وكنستأنفوا. لكن دابا راه ملي كتمشي المراه للمحكمه، راه واخا انت تقول لا، هي اللي بقات مصره راه غادي تطلق. المعلومه الثانيه اللي حتى هي مهمه جدا، وحتى هي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش، كنقصد الناس يعني اللي هي عندنا تبارك الله الاميه وعندنا الثقافه القانونيه محدوده، فما فيها باس نذكر ايضا بهذه المعلومه اللي هي مهمه خصهم الناس يعرفوها. هو انه ملي كيجي الراجل يبغي يطلق وكيدير مثلا تطليق للشقاق، يمشي للمحكمه، كندوزو الجلسات الاولى، كيكونوا اطفال، كنديروا محاوله صلح اولى، ربما محاوله صلح ثانيه، وكنوصلوا لواحد الجلسه اللي المحكمه كتقرر، واحد المرحله في المسطره اللي المحكمه كتقرر تعويض اللي خص الطالب التطليق، يعني الزوج اللي خصو يحطو في الصندوق اللي هي حقوق هذيك الزوجه، اللي فيها المتعه وفيها النفقه ديال داك 3 شهور العده والكراء ديالها. اذن هذا المبلغ هذا اللي فيه المتعه والنفقه ديال 3 شهور كنحددوه بناء على عنصرين اساسيين، لكن هناك عناصر اخرى ثانويه. العنصرين الاساسيين هي مده الزواج ودخل الزوج، وكاين عناصر اخرى هي مدى تعسف الزوج في ايقاع هذا الطلاق او في طلب، ما بقاش ايقاع، طلب التطليق للشقاق، اليسر ديال الزوجه ايضا او عسرها، المستوى اللي كانوا عايشين فيه الى اخره. المعلومه اللي بغيت نقول هي ان ملي كتقول له المحكمه غتحط هذا المبلغ في الصندوق وكتعطيه 30 يوم اجل باش يوضع ذاك المبلغ في الصندوق، راه الا ما وضعهاش في الصندوق هذاك المبلغ في هذيك المده 30 عام، راه ما كاينش 30 يوم 30 عام 30 يوم، راه كيرجع هذاك الملف كيتقفل، تيقول بانه كنعتبروا هذا الزوج متراجع عن قراره ومسطرة التطليق للشقاق، وكنحفظوا وكنقفلوا ذاك الملف حيت ما وضعش الفلوس في الصندوق. ملي كنتاكدوا بان ما وضعهاش في 30 يوم تنقولوا السيد راه تراجع وتنقفلوا هذاك الملف. وبزاف ديال الازواج اللي ما بقى فيهم ما يعاشروا عيالاتهم عياو، ملي كيمشيو يطلقوا وتلقاو المبالغ تفوق هذاك الشيء اللي غيقدروا عليه هما، كيرجع للور. اذن دابا واش هذا حل اللي كنعيشوا ديال انه يرجع للور حيت جاتو المتعه وحقوق ديال الزوجه ديالو جاتهم غاليا حيت تفوق مستواه، حيت فعلا كاين حالات اللي كتفوق المستوى ديالو. تعرفوا شي واحد اللي كيشد 3000 درهم وتزوج 20 عام تقول له 7 المليون كيبغي يحماق، تعويض على المتعه مع النفقه ديال 20 عام
تجي 7 المليون مثلا، يحماق، ما عندوش من يجيب 7، ما عندوش من يجيب 8 مليون، 3000 درهم، راه غارق بالكريدي، وكتجي كتقول تحط 7 المليون، حيت هذا حق الزوجه. ها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذاك مذكوره في القران، والمدونه كرساته، انت خصو يحط هذاك المبلغ. لكن الواقع ديالنا واقع مؤلم اجتماعيا، غير مقبول، انه ما قادش هو يعطي داك الفلوس وغادي يرجع للدار وغيبقاو مزوجين. يا ريت كان يتصلحوا ونقولوا هذا هو اللي بغينا، يا ريت يتصلحوا ويتصالحوا ويعاشروا بعضياتهم ويكملوا المشوار ديالهم الى ان تفرقهم الموت، يا ريت. لكن للاسف الواقع، وهنا اللي تيخص تدخل، كيرجعوا، ولكن كيرجع للانتقام. هذاك الزوج كيرجع للعنف اللفظي والنفسي والبدني والاقتصادي والحرمان والتهديد والابتزاز، جميع اشكال الانتقام اللي تخطر لك في البال كيديرها، بما فيهم الاطفال. كيهز يديه من الدراري ويخليها تطيح وتنوض وتتكرفس، وكتبقى هي تصبر العام الاول، العام الثاني، يا اما كندوزو لشي مصيبه، كتوقع شي مصيبه، يا اما هي كتكون مضطره تمشي دير التطليق ديالها وكتحرم من المتعه ديالها. واش هذا قانون؟ واش هذا قانون؟ واش هذا فيه عدل؟ لا للزوج ولا للزوجه. الزوج الغير قادر خصنا نلقاو له حل، والزوجه ما يمكن لهاش تمشي مكتفه هكاك، حيت قهرها غتمشي دير تطليق للشقاق وتحرم من المتعه. هذا ماشي حل. إذن شكرا لك دكتور. إذن